مرحبا أصدقائي، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. اليوم رح نحكي عن شي بسيط بس كتير مهم، القناعة مفتاح السعادة الحقيقية. كتير ناس اليوم بيضلوا عم يركضوا ورا المصاري، ورا الشغل، ورا حياة أحسن، وبينسوا شي أساسي، القناعة. القناعة مو توقف عن طموح، لا، القناعة معناها تعرف تقدر اللي عندك وتكون سعيد فيه قبل ما تطمح أكتر. خليني أعطي مثال. شخص عنده شغل متوسط، راتب عادي، عائلة محبة، إذا هو ممتن لكل يوم ولكل لحظة رح يحس بالراحة والفرح. بينما شخص عنده كل شي بس دايما شايف بالنقص، ما رح يحس بالسعادة أبدا. القناعة كمان بتخفف التوتر لما تترك مقارنة نفسك بالآخرين، لما توقف المطاردة اللي ما لا نهاية، رح تحس بسلام داخلي. رح أقولك خطوات عملية لتطبيق القناعة. أول شي ركز على الموجود حواليك مو على اللي ناقصك. كل يوم قول لحالك 3 أشياء ممتن إلها، وتجنب مقارنة حياتك بالآخرين. كل شخص عنده ظروفه. القناعة مو بس شعور مؤقت، هي أسلوب حياة. هي لما تعرف توقف عن الركض المستمر وتركز على اللي عندك بالفعل. لما تقدر النعم الصغيرة حواليك، مثل كوب قهوة الصبح، ضحكة رفيقك، أو حتى صحة جسمك، رح تحس بطاقة إيجابية عم تملأ بقلبك. والأجمل إنه القناعة مو يعني إنك توقف عن الطموح أو التغيير، لا، القناعة بتعطيك أساس ثابت. من هالأساس فيك تطمح، تتطور، وتبني حياة أفضل بدون وجع قلب. يعني شخص بيشتغل ليحقق حلمه وفي نفس الوقت ممتن لكل خطوة صغيرة، رح ينجح بطريقة صحية وسعيدة أكتر. كثير ناس بظنوا إنه السعادة بتجي من الخارج، مصاري أكتر، وظيفة أحسن، سفر، ممتلكات. بس الحقيقة إنه السعادة الحقيقية ما بتجي من الأشياء نفسها، بل من قدرتنا على تقديرها. يعني الشخص اللي ممتن لشي بسيط، للحظة هدوء بعد يوم طويل، رح يحس بطاقة وراحة نفسية أكبر من الشخص اللي عنده كل شي بس ما بيعرف يقدر لحظاته. القناعة كمان بتعلمنا الصبر، الصبر على الحياة، على الظروف، على الناس، وعلى رحلتنا الشخصية. لما نتعلم نكون ممتنين لكل خطوة صغيرة، كل تحدي، كل درس، رح نصير أقوى وأكثر وعي وأكثر قدرة على مواجهة الصعوبات بدون توتر أو إحباط. والأهم من هيك برجع بقول، القناعة مو يعني إنك توقف عن الحلم أو التطوير، لا، القناعة بتعني إنك تعيش كل لحظة برضا داخلي. هالشي بيعطي طاقة إيجابية، بيقلل التوتر، وبيخلي كل نجاح تشوفه وتحققه أحلى، لأنك ممتن لكل لحظة وصلتك لهالنجاح. لحتى تكون حياتك مليانة طاقة إيجابية، خصص وقت يومي لتشكر وتقدر. وقف عن المقارنة مع الآخرين وركز على رحلتك أنت، وخلي هالجملة ترافقكن. القناعة هي سر السعادة الحقيقية، وبدونها ما فينا نعيش حياة مليانة فرح. وبالآخر القناعة بتخليك تحب حياتك أكتر، بتحس بالسلام الداخلي، وبتكون قادر تواجه التحديات بدون وجع قلب. لأنه الشخص اللي ممتن للقليل قادر يستمتع بالكتير. وأنتو شو أكتر شي ممتنين إله اليوم؟ اكتبولي بالتعليقات لنشارك تجاربنا ونستفيد من بعض. حبايبي، هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، واكتبولي تعليقات حلوة مثلكم، وشو هي المواضيع اللي بتحبوا نطرحها بفيديوهاتنا الجاي. استنوني بفيديو جديد أقوى وأحلى. بحبكن.